السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا. كنت حابب أسوي سلسلة فيديوهات عن دوري أبطال أوروبا، وبالأخص عن برشلونة ومواسمه ما بين 2015 حتى 2026. لكن لاعبي ريال مدريد قالوا لي قبل الكلاسيكو لك عنا خبر وروح احكي فيه، لأنه كل العالم صارت تحكي فيه، وصاروا لاعبي ريال مدريد أضحوكة بمعنى الكلمة. طبعا اعذروني جماهير ريال مدريد، لكن هاي الحقيقة، والكلمة صارت ترند عن ريال مدريد بالساعات الأخيرة. شو اللي صار وليش لاعبي ريال مدريد قلبوا سخرية للعالم والإعلام؟ قبل يومين كاريراس وروديجير بيتخانقوا بالتدريبات، ومشاهدة كلامية أهان فيها روديجير كاريراس بشكل علني أمام زملائه وأمام المدرب. أجبرت المدرب على إنهاء الحصة التدريبية، وطلب من روديجير الاعتذار لكاريراس اللي اعتذر بنهاية الأمر. أمس بالتقسيمة اللي سواها أربيلو بالتدريبات، تشواميني بيكون ضد فالفيردي بالتقسيمة، فتشواميني بيروح يتدخل على فالفيردي تدخلات عنيفة أخرجت فالفيردي عن طوره، وتشاجر اللاعبين مشاجرة كلامية. أيضا انتهت الحصة التدريبية وكل مين راح بحال سبيله. اليوم مع مجيء اللاعبين للتدريبات قرر تشواميني إنه يعتذر لفالفيردي، بس فالفيردي رفض الاعتذار، ولأنه حاطط في قلبه الانتقام، وكانت التقسيمة لصالح هذا الانتقام. كان أيضا فالفيردي ضد تشواميني بالتقسيمة اللي حطها أربيلوها. راح فالفيردي أيضا متدخل تدخلات عنيفة جدا على تشواميني، أجبر أربيلو على تغيير التقسيمة ولعبوا اللاعبين مع بعضهم، ورغم هالشي حصل مشاهدة كلامية انتهت بإنهاء الحصة التدريبية أيضا، ودخول اللاعبين لغرفة الملابس. بغرفة الملابس بيتشاجروا اللاعبين بالأيادي وضربوا الأكمام، وتشواميني بيضرب فالفيردي اللي بيسقط على طرف طاولة موجودة بغرفة تبديل الملابس على رأسه، بيتعرض لجرح برأسه، اضطر لخياطته بغرزات واضطر لنقله للمشفى. ريال مدريد شو بيصير فيه؟ جاي على كلاسيكو حسم اللقب اللي برشلونة راح يدخله، وهو مصمم 100% يفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد ويحسم اللقب على حسابه، وهاي أفضل فرصة لبرشلونة لحتى يحتفل باللقب، فايز على الغريم بالكامب نو وحاسم اللقب. وريال مدريد كان مطالب انه يدخل اللقب ويأجل الحسم جولة اخرى، لكن لاعبي ريال مدريد انقسموا وانهار ريال مدريد بنهاية الموسم. والآن ريال مدريد محتاج تدخل عميق جدا من الإدارة، سواء بقرار تأديبي لفالفيردي وتشواميني واللاعبين السابقين اللي تمردوا على المدربين، سواء أسينسيو بآخر مرة تمرد بها على أربيلوا، وكاريراس اللي طلع بتصريح وقال أنا مع النادي وأنا أبذل قصارى جهدي، وروديجير اللي تشاجر مع كاريراس. كثير لاعبين الآن في انقسام غير طبيعي داخل ريال مدريد، محتاج تدخل الإدارة بشكل سريع جدا وبشكل حاسم. تغيير مدربين، موسم بدون بطولات، شجارات، ولازم تدخل الإدارة. اللاعب المناسب لريال مدريد بيبقى، واللاعب اللي بيكون عليه القميص والشعار ثقيل فالباب مفتوح وبيسع جمال. الآن يا ترى هل الجمهور راح يروح للكلاسيكو بعد اللي صار، أو الجمهور راح يروح ويكون ضد اللاعبين بالملعب ونشوف الصافرات والاستهجان، ولا نشوف تأييد حتى ما تكتمل السخرية ويصبح ريال مدريد خلال أسبوع سخرية العالم بالمشاجرات، بالخسارة الكلاسيكو، بحسم اللقب على حساب ريال مدريد. فكل شيء حاليا بيمشي عكس ما يريد ريال مدريد وعكس ما تشتهي السفن بتجري الرياح. بس على خلفية الخبر اللي صار، شفت صحيفة الأس بتنشر خبر، وصحيفة الماركة أيضا، أنه أثناء الحادثة اللي صارت ما بين تشواميني وفالفيردي شهد كيليان مبابي وهو يضحك بدون أي تدخل، كأنه ما هو لاعب ريال مدريد، كأنه هو عاجبه اللي صار، وكأنه موقف كوميدي عم يصير أمامه.
ومو حاسس انه اللي صار ممكن يخلي ريال مدريد ينهار وينزل لمستويات سيئة جدا. محتاج ريال مدريد نقلة نوعية. اولا مدرب بشخصية، بعقلية احترافية جدا، قادر على ضبط غرفة الملابس اولا واخيرا. مدرب يعرف يدير النجوم. قرارات من الإدارة لازم التخلي عن بعض اللاعبين اللي أصلا التعاقد معهم ما كان مخطط ومدروس. بس السؤال المهم، مع كل هاي الانقسامات، مع كل هاي المشاجرات، مع كل الإصابات الموجودة بريال مدريد، شو التشكيل اللي راح يدخل فيه أربيلوا؟ تشكيلة الكلاسيكو اللي راح يلعب فيها، وهو يفكر ويحاول يأجل حسم اللقب لجولة أخرى وما يكون على حساب ريال مدريد مثل ما ذكرت. شو العناصر المتوفرة؟ شو هي العناصر القادرة على مواجهة برشلونة اللي ما بقاله أيضا غير لقب الدوري؟ طبعا هو محسوم، بس ممكن هاي الجولة أو ممكن الجولة اللي بعدها بحسب اللي يصير بالكلاسيكو. أعطينا رأيك باللي صار، وشو الحل بالنسبة لريال مدريد. تشوفونا بفيديوهات جديدة إن شاء الله، مثل ما ذكرت في فيديوهات سلسلة دوري أبطال أوروبا. أتمنى تحط لنا لايك، تشترك بالقناة، وتوصلونا بهذا الفيديو ل 5000 مشترك، وإن شاء الله أول بأول مع أخبار كرة القدم.